مساء الخير والسعادة الأغلى وأعز مشتركات على قلبي. مساء الحب والطاقة الإيجابية مع أحلى خشخاش كيما راكم تشوفوا. على بالي كامل تحبوه وكامل تحوسوا على الوصفة تاعو. وصفتي لي نهار اليوم بدون أي إضافات، بدون بيض وبدون خل وبدون خميرة الحلوى. ما عليكم غير تتبعوا معايا الفيديو للأخير، ما تنساوش تخليوا لي جام وديما آرائكم وتعليقاتكم. ونبداو هيا وبسم الله على بركة الله في الوصفة نتاعنا. بالنسبة للوصفة يعني درت كمية قليلة، نتوما اللي تحب تضاعف الكمية تتبع برك معايا المقادير بدقة. تقدروا يعني تستعملوا بالكيلو تاع الفارينة كيما تقدروا تستعملوا بالكيلة. يعني انا الكيلة هذه اللي استعملت هزت لي نص كيلو، يعني تقدروا تكيلوا الفارينة تاعكم نص كيلو تروحوا تكيلوا بالكيسان، يعني لازم تجيب لكم 4 كيلات. ان شاء الله تكون طريقتي مفهومة. ولا ديروا بالكيلة عادي، ديروا 4 كيلات فارينة يقابلها كيلة ناقصة صبع نتاع الزبدة تكون دايبة وباردة، ضروري تكون باردة. ضفت عليها مغرف مش معمرة تاع الملح مع مغرف صغيرة نتاع لافان، يعني لازم ضروري تملحوها باش ما تجيكمش صامتة. وجبت الكيلة هذيك تاعي ناقصة صبع تاع الزبدة كيما قلت لكم دايبة وباردة. بالنسبة للفارينة استعملت الفارينة تاع لابيل والزبدة تاني تاع لابيل. وانا تعجبني الزبده تاع لابيل، تلقاوها البنات مفروزه وماهيش منديه، خصوصا في القريوش والبقلاوه رايحه تعطيكم الطعم ما تتصوروش كيفاه. المهم نبدا نبسس هذه الفارينه تاعي مع هذيك الزبده مليح مليح. البنات لازم تدخل مليح في الفارينه وتتغلف لنا مليح. واذا تحتم عليكم الامر جيبوا السيار وهبطوه، يعني باش ما تقعدش معكم هذيك الكعبر في الاخير. نروح بعد ما حكيتها مليح، رحت ضفت نص كيلو تاع ماء الزهر، راح نكملها بالماء ونخلي اصبع هذاك البنات تخليوه، لانه كاين فارينه تشرب وكاين لا. بصح انا اضطريت في الاخير نكمله، يعني حطيت كيلة كامله مزيج بين ماء الزهر والماء، يعني من الحنفيه برك. ونبدا نبل في العجينه تاعي كيما نبلو الكريوش. يعني السر في نجاح هذه الوصفه مش البيض ومش الخميره وماشي الخل. شوفوا باش يبقى محافظ على القرمشه تاعكم، صدقوني يا البنات تبعوا هذه الطريقه والله يحكم لكم حتى شهر ويقعد يتقرمش كيما الكفرات. يعني اهم حاجه انكم ما تعسلوش في وقته الا وقت التقديم. كي تحبوا تعسلوه يكون هو طبعا بارد، والعسل تاعكم دفيوها برك باش تطلق روحها، اغطسوا في العسل مباشره وجبتوا، يعني ما تخليوهاش تطول بزاف. هذه هي الطريقه تاعي المعتمده، يعني وقت التقديم هو اللي نعسلوه فيه، سواء يعني فيها ولا في القريوش ولا في المقرود. هذه هي نفضل يعني نعطيكم طريقتي الخاصه. بعد ما لميت هذيك الفارينه تاعي بالكيلة تاع الماء، قلت لكم كملت هذاك الاسبوع واللي تدلكتها شويه حتى دخلت في بعضها. وراح نقول لكم يعني كيفاه درتها وجاتني بالطريقه هذه. لازم ضروري هاد العجينه ولا تاع القريوش ولا تاع البقلاوه على قد ما تريحوها يا البنات راح تعطيكم نتيجه ولا اروع. انا هنا بيتها للامانه، درتها مع العشيه خليتها على برا واحد ربع ساعه، حطيتها في ساشي كيما راكم تشوفوا، حطيتها في الفريجيدير. تاني نهار عاد باش خدمتها وراكم شفتيوها معايا كيف عطاتني نتيجه ولا اروع. من بعد قصيتها بودات صغار كيما راكم تشوفوا، لا قريصات صغار. يعني راح نستعمل اللي بديت بها الاولى معدوله باش تطاوعني في الطريح. الكميه هذه تاع نص كيلو فارينه راح تعطيكم كيلو قل ربع نتاع الحبات، يعني اذا استعملتيو نفس الواحد تاعي، يعني نفس القيس تاع 2 سنتيم للحبه. درك الحاجه اللي راح تكتشفوها في الوصفه نتاعي، يعني لان على هذه ناكد لكم باش تجربوها، انه كي تاكلوها ما تلقاوش طعم النشا. صدقوني يا البنات كانه ماهيش مخدومه بالنشا، وهذا لاني انا ما نكترش النشا سواء كي نعود نطرح فيها. يعني درك حطيت المره هذه ما نزيدش نقعد نحط لها في النشا. نسيت باه نقول لكم العجينه البنات ما تجريوهاش، يعني اذا استعملتيو الكيله اكيد راح يطيحوا في الحساب تاعكم قد قد. يعني تيجيكم عجينه ما هي يابسه بزاف وما هي طريه بزاف. درك البنات كيما قلت لكم حطيت النشا للمره الاولى برك كملت به، ما زدتش خلاص حتى دوك نحط في الاخير. وجبت هذا الطابي السيليكون اعتمدته باش نقيس عليه ويجيوني البودات هذوك ولا الحريبش قد بعضهم، وهكذا باش ما يروحوليش في الحواشي وما نضيعش العجينه تاعي. يعني خصوصا لاصحاب المشاريع هذه الطريقه رايحه تنفعهم بزاف. درك جبت هذا الطابي سيليكون استعملته كقياس باش درت به كامل الحرابش تاعي. تقدروا ديروا ورق الزبده، تقدروا ديروا اي كاغط ولا تقيسوا به وديروا الحبيبات قد بعضهم.
جبت هذاك القراص تاعي حطيته في الحاشيه، لانه هذيك الحاشيه من بعد رايحه ندهنها ببياض البيض. عليها البنات بياض البيض باش الحبه معاكم تقعد شاده روحها وما تتحلش كي تروحوا تقليوها. كاين بزاف وصفات يعني يديروا بلا ما يحطوا البيض، الحبه غير تحطوها لداخل، هذيك الريبونه الاخر تتحل معاكم، وطبعا رايح يفسد لكم الشكل. درك نجيو الاهم مرحله في هاد القريوش، واللي هي البدايه كما يقولوا، ما اصعب البدايات. بصح غير اون فوا يعني تعدي هذيك المرحله سيبو يعني تنطلق ان شاء الله. يا ربي بدايه موفقه ليا وليكم يا رب. ادعوا لي برك، وانا تاني بدوري ندعي لكم يوفقكم كاملين، وكل واحده متمنيه حاجه ربي ينويها لها. وراني خرجت على الوصفه. شوفوا يعني الفيديو راهو موضح. اول حاجه لازمكم ترقوا هذيك الحاشيه مليح، وكي تبداوها صحيح ماشي تروحوا تروليوها مباشره، تضغطوا عليها في الاول ومن بعد ترقوا وتبداو تعدلوا من الطرف وتمشيو. شوفوا الطريقه اللي قاعده نوري لكم، الصوره راهي تحكي اكثر مني. ومن بعد كي نبدا الروليه البنات روليوها يعني كيف كي الحواشي كي الوسط، ماشي تروحوا تروليو جهه وجهه تخليوها، يعني باش يجيكم الحربوش سوا كل شيء قد بعضه. دوك جبت هذاك بياض البيض، نحط برك بصبعي ولا بوحده فرشات ولا كيما تحبوا، يعني انا نحب ديما نسهل عليكم وتعرفوني ديما يعني نتعامل معكم بكل يعني تلقائيه وبكل بساطه. دوك هذيك الحاشيه اللي قاعدت ما فيهاش نشا حطيتها باش يتورق معاي. نحط البوده تاعي. ناكد لكم على حاجه واحده البنات، هي كل ما توجدوا بوده تاعكم غطيوها بالصاشي. الوصفه هذه ما لازمش يعني معاكم تشيح خلاص البوده هذيك، باش من بعد كي تروحوا ديروها تخدموها ما تيجيكمش الشكل تاعها مكسر ولا، لانه فراجيل الحبيبات نتاعها. حاولوا ديما ترقوها يعني حتى يبان لكم سطح العمل كيما راكم تشوفوا. يعني العجينه هذه راهي مطوعتني، واش نقول لكم البنات يعني وحدها تجري. درك نجيب هذاك بعد البوده ونحط به. وبالنسبه هنا للنشا استعملت صفايه اللي تكون العيون تاعها رقاق، خير من الاولى غلبتني، حطيت يعني كميه لاباس بها بصح معليش. حاولت عدلتها بيدي باش نمشيها كامله على الوجه ولا على السطح نتاع القريوش تاعي. شوفوا بيدي هاكم تشوفوا طريقه سهله. ودوك راح نزيد نكمل معاكم كيفاه رايحه نبدا البدايه نتاعها. راهي سهله البنات، ما عليكم غير تتبعوا الخطوات. والله الفيديو كان طويل صدقوني اكثر من 25 دقيقه، ولانه كاين مشتركات يعني ما يحبوش الهضره بزاف، ما يحبوش الفيديوهات الطوال، نحترمهم ونحترم ارائهم. بصح انا ديما حاطه في بالي باللي اي حاجه نقدمها ولا تلقاوني نهضر ونعاود خصوصا للمبتدئات. ماشي كامل البنات نعرفوا، كاين بنات صغار يحبوا يتعلموا، كاين اول مره يجربوا هاد الوصفه، ماشي كامل يعني لازم نديروا هاد الوصفه. يعني كاين ناس ما يعرفوهاش ما جربوهاش، ان شاء الله يستفادوا منها بالاعاده هذيك تاعي. وانا ماذا بيا نعطيكم شرح من القلب لي كامل يعني كي تجربوها راح تفرحكم. ماشي انا هنايا باش نخسركم، الله لا تخسر يعني مؤمن كيما يقولوا، ولا نكون انا سبب في خسارتكم. ماذا بيا كي ديروا حاجه ما ترميوهاش، بالعكس رايحين تفرحوا بها. وديما نقول لكم خليوا لي ارائكم وتعليقاتكم. اي وحده جربت وصفه من وصفاتي ونجحت معاها معليش خليوا في التعليقات، يعني هكذا الواحد باش يرتاح نفسيا، لانه نقدم لكم وصفات من القلب بكل حب ومصداقيه. شوفوا حبيباتي هنا بعد ما كملت البوده الثانيه راح نزيد الثالثه كيف نغطيهم بصاشيه. جبت كرتونه وقست يعني القياس تاعها ولا العرض نتاعها 2 سنتيم. يعني شوف انا بالنسبه ليا هو يعني القيس المليح خلاص تيجيكم الحبيبه ماهيش كبيره بزاف وماهيش صغيره بزاف وتعمر العين. يعني اذا درتيو بالطريقه تاعي هذه واستعملتيو نفس القيس رايحه طيح لكم تقريبا واحد 54 55 حبه. يعني هذه نص كيلو. شوفوا الله يبارك قد ما خرجت لي. اما اذا ضعفتيو الكميه راح تخرج لكم حبات. الله يبارك. نحكم درك نقص. نزيد نقول لكم على القصانه البنات، ماذا بيا كيما قلت لكم نعطيكم كامل النصائح. الموس استعملوا موس يكون من شاري، وما تستعملوش الكوباط هذيك تاع الميكا، وما تستعملوش الموس اللي يكون املس باش ما تفسد لكمش هذيك الطبقات، لاني جربتهم وكيما قلت لكم انا الاخطاء تاعي ماذا بيا نقولهم لكم باش نتوما ما تطيحوش فيهم يعني وتستفادوا اكثر. استعملت الكوباط يعني تمسحوا لي شويه، كاين جهه تمسحت لي، اضطريت اني نستعمل الموس المنشاري. وشوفوا الطريقه اللي قاعده نقص بها، يعني نبدا بالشوي برك ونقص ماشي نضربه مره واحده. شوفوا الله يبارك
كيفاه التوريق نتاعي قاعد شاد روحو، يعني ما تكمش لي ما والو. درك نجيب هذه الكميه كامله، حطوها في بلاطو ولا في اي بلاصه، ولازم تغطيوها لازم. من بعد هاكم تشوفوا الطريقه، هاني نوري لكم من شوف. ما ديروش بالجهه هذه، تحكموا الجهه جهه القصه وتضغطوا ضروري. هذه هي اهم، يعني اهم حاجه لنجاح الوصفه. علاه؟ في المنتصف باش تتشكل لينا هذيك الزهره في الوسط. نروح درك نطرح من الجهه الاخرى، هاكم شفتيو الجهه الاخرى راني ما كملتهاش. نروح منين حطيت صبعي نطلع، نزيد نروح مين حطيت صبعي ونهبط. فهمتيو عليا البنات؟ باش تجيكم الورده في الوسط. ما تطرحوهاش هكذا بدون ضغط، مستحيل تنجح معاكم الوصفه. تضغطوا بصبعكم ولا بالقراص ما يهمش، وانا نفضل يعني بصبعكم. تضغطوا في الوسط وتروحوا، يعني ها هي موضحه قدامكم. تروحوا منين ضغطتي وتطلعوا وتزيدوا تهبطوا، يعني هكذا باش تجيني يعني الوريده في النص. هذه هي. شوفوا رحت الفوق، كي نكمل نطرح من الفوق نعاود نهبط من التحت. ما ترقوهاش هنا بزاف، يعني خليوها مليحه شويه باش تجيكم ملحمه، لانه ديجا هي راهي مرقه، ما عندكم علاه تزيدوا ترقوها بزاف. شوفوا زدت عاودتها لكم شحال من مره، وان شاء الله تكون مفهومه. كيما قلت لكم ما تخليوهاش البنات، ناكد لكم ما تخليوهاش تشيح. هاي شوفوا، هذه هي طريقه الضغط. ومن بعد البنات شوفوا معايا، جبتها في بلاطو، حطوا خدموا الكميه كامله مع بعضها وغطيوها بساشي، وبداو طيبوا ولا قليو اللي بديتيو بها هي الاولى باش ما تنشفش معاكم. جبت زيت حطيته في الكاسرونه، لازم تحطوه في كاسرونه باش يكون غزير، وتحطوا يعني تخليوه ما يسخن مليح على نار متوسطه، ما تزيدولوش للنار. من بعد كي يسخن نقصوا خلاص للنار تاعكم باش ما يغلبكمش. حطوه يعني وقلبوه حتى تحسوا باللي الحبه طلعت الفوق. كي تطلع الفوق عا باش تبداو تضيفوا عليها الزيت. هاني عاودتها معاكم. شوف انا نبدا نخلط هك وهك من الفوق ومن التحت، نقلب فيها حتى تطفوا لي الفوق. كي تطفوا يعني وتشيح لي من الفوق هذوك الجوانب، نولي بالفرشيطه، يعني فرشيطه حطيتها في يدي اليسار والمغرف في اليد اليمين. قولوا لي حتى هذه وعطيتها لكم بالتفصيل، يعني بها وحده ما تلقى حجه وتقول راهي الوصفه ما ناجحاش. حطيت الفرشيطه نحكم بها، واذا تحتم عليكم تحلوا بالفرشيطه حلوا نورمال، ودفقوا. لازم تدفقوا عليها الزيت مليح مليح باش هذوك الورقات الداخل يتقلاو لكم ما يبقاوش ابيضاء. ووصفتي لي اليوم شوفوا حبيباتي الله يبارك، تيجي روعه روعه. تيجي تقول قفرات، تقعد محافظه على القرمشه تاعها. وانا كيما قلت لكم ما نعسلها ما والو، وقت التقديم نعسلها. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. ديما ما تنساوش تخليوا لي ارائكم وتعليقاتكم، وانا ما بقى لي غير نقول لكم تلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. نقول لكم نحبكم ونموت عليكم. سلام.